الصيام المتقطع هو من اكتر انظمه الدايت اللي بتستحوذ على اهتمام كبير الفتره اللي فاتت، والتركيز كبير عليها وعلى فوائدها واضرارها. وهل هو فعلا بيسبب عدم توازن هرمونات عند السيدات ولا لا؟ هل هو ليه اضرار على مرضى الامراض المزمنه لو سكر وضغط والكلى وغيرها؟ هل فعلا بيجيب فوائد كويسه بس لما ببطله بزيد الوزن ده تاني، ولا هو بيبقى لايف ستايل؟ كل المعلومات دي هتلاقوها في فيديو كامل بيشرح فيها مميزات وعيوب الصيام المتقطع. هل هو فعلا يسبب اضرار للسيدات او للرجال في توازن الهرمونات ولا لا؟ هل بيؤثر على الخصوبه ولا لا؟ كل الاسئله دي اجابتها هتلاقوها في فيديو واحد، هتلاقي الرابط بتاعه في الوصف بتاعنا وفي الكومنتات. استاذنكم شوفوا الفيديو. لو ليكم اي استفسار خاص بالصيام المتقطع او غيره ابعتوا لي في الكومنتات. كمان لو عايزين نناقش اي موضوع او اي معلومه جديده ابعتوها لي في الكومنتات وهنعمل لكم فيديو مفصل عنها. وما تنسوش تعملوا لنا لايك ومتابعه للحسابات عندنا السوشيال ميديا، لان الفتره اللي جايه هيكون فيها مسابقات كتيره جدا وتحديات مجانيه. هتبدا من اول تحدي مدته اسبوع لغايه تحدي مدته شهر، علشان نشجع الناس اللي لسه ما نزلش في الوزن بتاعه ينزل الوزن بتاعه قبل انتهاء اجازه الصيف، ويدخل ان شاء الله على الموسم الدراسه او بعد الموسم الاجازه بشكل جديد وبوزن كويس ان شاء الله. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. مع الف سلامه.